تعرف ان ربنا خلقك وعمل في دماغك مراكز عشان تحس بالسعادة والانبساط وتعمل دماغ كمان. تعال اقول لك على نظام المكافأة في المخ. ما اعتقدش ان في حد كان مستمتع قد آدم وحواء. قبل ما ربنا يخلق آدم فضل 6 أيام يظبط له الأرض والسماء والشمس والقمر والخضرة والحيوانات، وعمل له جنينة يقول عنها في تكوين 2:8: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. ولما لقاه وحيد وهيبدأ يتضايق، ربنا قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره، وعمل له المرأة اللي هي حواء. ودي مش عايز أقول لكم إزاي آدم انبهر لما شافها، استمتع، عمل دماغ أكيد. حواء كانت جميلة، أهو دي اللي يتقال عليها جميلة الجميلات، لأنه أي جمال في بنات حواء مصدره الست دي. هل آدم حبها؟ طبعا، وقال إنها عظم من عظامي ولحم من لحمي. ده حبها زي نفسه بالظبط. ويجي بعد كده أول ذكر للعلاقة الجنسية في الكتاب المقدس، لما الكتاب يقول: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. في انبساط أكتر من كده؟ أيوة، ربنا كان بنفسه بيجي ويتكلم مع آدم عند هبوب ريح النهار، ودي ما حصلتش مرة واحدة بعد السقوط، لا. الفعل العبري المستخدم هنا ماشيا جه في صيغة فعل مستمر متكرر، زي ما حد بيتمشى مع صاحبه. يعني آدم كان عنده كل مسببات السعادة والاستمتاع، وده كان قصد ربنا للإنسان من البداية. هل تفتكر مثلا لما ارتبطت وحبيت؟ لما أكلت أكلة حلوة بعد ما كنت جعان؟ لما عرفت إنك نجحت بتفوق؟ فاكر لما محمد صلاح جاب جون في الكونغو وتأهلنا لكأس العالم؟ دي أمثلة للحظات انبساط غير عادية، بتحس فيها بنشوة وسعادة، وفعلا كأنك عامل دماغ. ايه بقى اللي بيحصل في دماغك؟ في مركز في المخ اسمه مركز المكافأة أو ريورد سنتر. المركز ده هو اللي بيعمل كل اللي احنا بنحكي فيه. يعني في حاجات معينة لما الإنسان بيعملها مركز المكافأة ده بيشتغل تلقائيا. حاجات زي ايه؟ زي كل حاجة مهمة لاستمرار الجنس البشري، طبعا على رأسهم الأكل والجنس. وحاجات تانية زي لما تشرب مية بعد العطش، زي لما تنام وترتاح بعد التعب، زي لما تدخل مكان مكيف بعد ما كنت حران وعرقان، بتحس بشعور حلو، صح؟ الحاجات دي محدش علمنا إنها ممتعة وحلوة، لكنها حاجات بيلت إن جوانا لوحدها كده بتسبب استمتاع، عشان نكون بنعملها وبنكررها تاني، لأنها مهمة للحفاظ علينا وعلى الجنس البشري. بس في حاجات تانية مش بتسبب استمتاع بشكل مباشر، لكن هي اتربطت بالحاجات الأساسية الممتعة، فبقت هي كمان بتسبب استمتاع. يعني مثلا لو افترضنا ان اديت لك 1,000,000 جنيه، هتحس انك مبسوط جدا. ليه؟ دول شوية ورق. هتقول لي: لا، ما هو شوية الورق دول ممكن اشتري بيهم حاجات كتيرة حلوة. فانت ربطت ما بين الفلوس والحاجة الحلوة اللي تقدر تشتريها، فبقيت تقدر تستمتع بالفلوس حتى من قبل ما تشتري بيها اي حاجة. لكن لو افترضنا انسان عاش كل حياته في غابة، دماغه ما ربطتش ما بين الفلوس وما بين انها تقدر تشتري له حاجات كتير، فمش هيقدر قيمتها وهيشوفها مجرد ورق ملوش لازمة، وهينبسط بأكلة تديها له أو مية يشربها أو مكان دافئ وقت البرد أكتر بكتير من 1,000,000 جنيه. إذن لما أي حاجة حلوة وجميلة وممتعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بتحصل، في منطقة في المخ بتفرز مادة اسمها دوبامين، والمادة دي بتمشي في مسارات معينة. في مسار منهم بيحسسك الإحساس الحلو اللي اتكلمنا عنه، ومسار تاني بيخزن ذكرى إنك لما عملت الفعل ده حسيت بالشعور الحلو ده، بتتسجل في الذاكرة. ومسار تالت بيخزن كل حاجة ارتبطت بالفعل ده، زي مثلا المكان اللي حصل فيه، الظروف اللي حصلت فيها، الأشخاص اللي حصل معاهم، وهكذا. وفي مسار رابع وأخير بيروح للقشرة المخية الجبهية اللي هي موجودة هنا من قدام، وده
مكان مسؤول عن تحليل الفعل اللي حصل، هل هو كويس ومناسب صحيا اجتماعيا ثقافيا دينيا ولا لا. لو الفعل ده كويس هيشجعك انك تكرره تاني، ولو مش كويس هيحاول يمنعك من انك تكرره. مادة الدوبامين دي مش بتستمر كده على طول، لكنها بعد شوية بتقل لغاية لما ترجع للمستوى اللي كانت عليه قبل الفعل او الحدث الحلو ما يحصل، بس بتفضل ذكراه متسجلة في المخ. وده اللي بيخلق الدافع عشان الإنسان بعد شوية يكرر نفس الفعل اللي هدفه في النهاية إنه يحافظ على الإنسان ووجوده. إذن الاستمتاع هو حاجة أساسية جدا في تكوين المخ بتاعنا وفي حياتنا، وربنا عايزنا مبسوطين ومستمتعين. الدوبامين بيعمل متعة أو لذة بنسميها هيدونيا. هيدونيا دي مرتبطة بلذة أو إثارة حسية مؤقتة، لكن في مواد تانية في المخ بتعمل إحساس بالسعادة اسمه يودايمونيا. زي ايه المواد دي؟ زي السيروتونين، الافيونات الطبيعيه، زي الاوكسيتوسين. طب ايه اليودايمونيا ده؟ ده شعور اهدى شويه من شعور الدوبامين، مش لذه او متعه لحظيه، لكن شعور من الرضا، من الهدوء والاستقرار النفسي والسلام النفسي، امتنان، سكينه بتحس بيه لما تنجز حاجه او بتساعد حد او بتتقدر من الاخرين، لما بتلاقي الغرض والهدف اللي انت موجود علشانه وتشوف انك بتحققه، لما تكون مثمر ومؤثر، لما بتنتمي لحاجة انت بتفتخر بيها. وده الشعور اللي آدم كان مدعو انه يحسه لما ينفذ وصية الرب ليه لما قال له اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر. لما تكون مثمر وناجح وبتعمل اللي انت موجود عشان تعمله، ده هيخليك تحس باليودايمونيا، مبسوط وراضي وسعيد وممتلئ. ممكن أطبق الكلام ده على هرم ماسلو. ماسلو ده عالم نفس أمريكي، قال إن الإنسان عنده احتياجات متنوعة وحطهم في شكل هرمي. في قاع الهرم في الاحتياجات الفسيولوجية اللازمة لبقاء الكائن الحي، زي الأكل والشرب والهواء والجنس. ولما تطلع لفوق شوية تلاقي الاحتياجات التانية زي الأمان والمأوى، فوقهم الاحتياج للحب والانتماء، وبعد كده تقدير الذات، وبعدين تحقيق الذات. وقبل ما ماسلو يموت حط مستوى سادس هو قمة هرم الاحتياجات، وهو التسامي بالذات أو السيلف ترانسندنس، يعني بتتجاوز حدود نفسك أو شيء أكبر منك، يعني بتتجاوز حدود نفسك إلى حاجة أو شيء أكبر منك. في قاع الهرم المتعة الحسية واللذة المؤقتة بتاعة الهيدونيا هي السائدة، لكن كل ما تطلع لفوق تلاقي إحساس الرضا والهدوء النفسي والسكينة بتاع اليودايمونيا هو اللي موجود. إذن الله خلق آدم وحط له كذا حاجة في المخ تساعده يكون مبسوط. في نوع انبساط مرتبط بحاجات فسيولوجية وبيولوجية وحسية تضمن استمرار حياته وتواجده وتكاثره زي الأكل والجنس، وفي نوع انبساط أعمق شوية مرتبط بتحقيق غرض وجوده. بس كل ده مش هيتظبط مع آدم من غير علاقة حقيقية مع الله وخضوع لسلطانه ووصاياه. تصميم الإنسان إنه ما يعرفش يعيش بدون علاقة مع الله. الله حذر الإنسان إن لما يقرر يبعد عنه هتكون النتيجة مش العقاب، النتيجة إنه موتا تموت. زي بالظبط إيدي لو قررت تنفصل عن جسمي النتيجة إنها هتموت. علاقة الإنسان بالله هي أساس حياته، زي ما الرب يسوع قال ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. قبل ما تدخل الخطية آدم كان بيحيا بعلاقته بالله، وهنا مش هلاقي كلام يشرح أو يوصف هو كان بيحس بإيه لما كان في علاقة مع الله. يمكن يشبه اللي قاله الرسول بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1 وعدد 8 لما قال فرح لا ينطق به ومجيد. كان بيحس بالرضا، بالامتنان، بالفرح لما كان بيحقق مشيئة الله ليه في إنه يعمل الأرض ويحفظها. وكان بيشعر باللذة الحسية كمان والمتعة لما كان بياكل أو بيدخل في علاقة مع زوجته. إن ربنا عايز الإنسان يفرح وينبسط، بس ربنا عارف إن عقل الإنسان مش مصمم عشان يكون هدفه الأساسي هو الفرح والانبساط. الفرح والانبساط هم منتج تلقائي هيحصل، لكنه مش غرض أساسي بنسعى ليه. اللي بيحفظ الإنسان في حالة الاتزان ما بين أنواع المتع واللذة المختلفة وإنهم ما يتحولوش لغرض في حد ذاته هو علاقته بالله. الله هو اللي بيشبع أعمق جزء
في الإنسان وهو روحه، وهو اللي حط ضوابط وإطار للمتعة في حياة الإنسان، فيقدر ينبسط ويستمتع بس من غير ما يكون عبد وأسير للمتعة. بس هل الأمر استمر كده؟ إيه اللي حصل لما قرر الإنسان يبعد عن الله؟ هنتكلم في الموضوع ده الحلقة الجاية.